جايه بقالي تلت ساعه ولسه ما بدأناش. كل الناس اللي هنا كبار خالص، يعني حاسه ان انا لا عايزه اقول يا طنط يا عمو. لا ولو لازم تسمعوا اللي حصل معايا. حرفيا حياتي لو اتعملت مسلسل هيبقى اعلى نسبة مشاهدة. فما علينا. كنت رايحة تدريب تبع منظمة ما. التدريب ده كان الساعة 9. انا اتأخرت، قابلت المنظمين يعني وقالت لي تمام خليكي هنا وبتاع، على اساس ان انا يعني تمام جيت وكده. فتمام شيكت على اسمي، قالت لي هم من تحت في القاعة. قلت لها تمام. نزلت تحت سألت السكيورتي، قال لي على قاعة معينة. فضلت قاعدة في القاعة من الساعة 9 للساعة أو 9:15. يعني أنا كنت جايب من الساعة 9:15 للساعة 10:15. تمام. كل الوقت ده أو 10:30، يعني أنا طلعت منها أصلا 10:30. أقول لكم اللي حصل. كل الوقت ده كان بيجي يدخل ناس. أنا كنت حرفيا كنت بصور بقول أنا حاسة إن أنا عايزة أقول يا طنط ويا عم قد ما الناس اللي موجودين كبار. فكلهم ناس كبار يعني 40 وطالع. انا الوحيده اللي فمش عارفه انا قاعده هنا بعمل ايه. المهم قلت يمكن مثلا علشان ليه علاقه شويه بالمجال التعليمي، المدرسين اوريدي كبار، فيمكن علشان كده سكت وقعدت. المشكله بقى ايه؟ ان كلهم عارفين بعض، فداخلين بيسلموا على بعض، ولو دخل حد هم مش عارفينه بيسالوا مين ده. فانا مستغربه اكتر لان انا معرفش ولا اي حد ولا حد يعرفني. فضلت قاعده على التليفون قاعده وبقول يا ربي امشي طيب ولا ايه. المهم جت الساعه يمكن 10:15، دخل ناس كبار شغالين يقولوا المستشار وحضره الدكتور واللواء معرفش مين، وانا لماذا نحن هنا. ظبطوا الداتا وبيظبطوا في الكمبيوتر، فضلوا شويه يظبطوا فيه، وبعدين بداوا كلام. ماسك ورقه شغال يقرا منها والموضوع رسمي قوي. المهم بدأ كلام بيقول ايه التأمين الصحي الشامل ودوره معرفش ايه والمواطنين والزامي. طب ايه الكلام ده؟ يعني حرفيا ايه اللي جاب من هنا؟ انا كنت جايه حاجه تاني خالص. بس هو بقى مجرد ما بدأ كلام انا بدأت استوعب. فبعدين المشكله ان انا ما كانش معايا رصيد، مش معايا دقايق ارن على الناس، بس معايا نت. فعملت ايه؟ بعت مسج للمنسقه بتاعه التدريب ده، ما ردتش عليا ومش فاتحه اصلا نت. وانا يعني انا المشكله ان انا لو طلعت كان هيبقى شكلي وحش قوي، فمش عارفه اعمل ايه. رحت بعت مسج في الجروب، قلت اهو هيبقى شكلي وحش. بصيت على الجروب في حاجه و40 تمام، هيبقى شكلي وحش قدام حاجه و40، بدل ما انا قاعده في قاعه ناس كبيره وناس عواجيز والدنيا مليانه ومش عارفه انا بعمل ايه هنا. وكلام انا مليت من اول دقيقتين. فبعت مسج في الجروب بقى. قامت منسقه المشروع ربنا يبارك لها جاتني وكرنت عليا، وقفت بره على الباب ورنت عليا. فانا لما شفت التليفون استوعبت بقى اللي هو انا مش المفروض ابقى هنا. فرحت طلعت بقى عملت ايه؟ مسكت شنطتي حطيت راسي في الارض استاذنكم وجريت طلعت. طبعا هم فاكرين ان انا مثلا يعني انا تبعهم اصلا ومشيت، بس هم ما يعرفوش ان انا مش تبعهم اصلا يعني. وضاعت مني ساعه ونص من التدريب. الحمد لله.